مختلف. ما انت في اول 3 ماتشات خلاص كنت متصدر الدوري وكانت الامور هاديه، ما حلتش المشكله ليه؟ في الاول خالص. خلي بالك هي قصه، عارف لسه بدري. قصه نادي الزمالك ايه؟ ايوه اللعيبه تاخد مستحقاتها. حلو قوي. ده هو مربط الفرس. اللعيبه لو خدت مستحقاتها وفريق كره القدم بقى مستقر، يا رجاله، يا جماعه، يا مجلس الاداره، يا محبين الزمالك، يا اللي بتعشقوا الزمالك، القصه حلوا ازمه فريق كره القدم، وبعد كده هتلاقي الدنيا مشيت. بس ده مسكن. معلش ده مسكن. بس دي البدايه. ده مسكن. دي البدايه. طب وبقيه الالعاب؟ ده مسكن. هي بقيه الالعاب في الزمالك بتديني ايه ايوه بقيه الالعاب يا كابتن معلش ما هو احنا انت هنا ده اليد في الزمالك انسحب يا تقريبا. كابتن مهيب صح، هو انسحب ولا اعتذر؟ كابتن مهيب اعتذر. انت النهارده فرقه الزمالك اكتر فرقه عامله صفقات في الانتقالات الاخيره، اكتر فرقه في مصر دافعه قيم ماليه كبيره في انتقالات. ده الكلام ده مش صحيح مع كامل احترامي يا استاذ عمرو. لا بس مش صحيح، مش لحاجه، احنا بنسند دفع فلوس ولا ربع النادي الاهلي مع كامل احترامي، فمش صحيح يا استاذ عمرو. عشان بتقول بتتكلم في العدد ولا في القيمه الماليه؟ في الاثنين. لا ازاي ثواني بس يا كابتن معلش يا جماعه. لا يا جماعه معلش يعني معلش النادي الاهلي دافع في. طب سيبهم من النادي الاهلي عايز بس اقول لكم لا خالص، هي الموضوع ابسط من كده. الزمالك اكتر فرقه في الانتقالات الاخيره دي على الورق عامل بفلوس وعلى الورق 7 و200. شكرا 7 مليون و200 شكرا. معلش مختلفين. ترانسفير ماركت هتلاقي القيم الماليه عليها مش صحيح. انت بتعمل قيم عقود مختلفه. ده كان انت اعترفت شخصيا انك بتعمل عقود مختلفه وعقدين وعقد زيزو في الزمالك كان ايه؟ عقد زيزو في الزمالك كان ايه؟ متقسم لكام حته؟ يا باشا ثانيه واحده بس. هو عقد زيزو في الزمالك ما تحرجونيش في هذه النقطه. مش عايزين نخرج. انا بسالك سؤال، عقد زيزو في الاهلي بكام؟ ب 10 مليون؟ لا اكتر من كده بكتير. بكتير. انت بتقول ب 10 مليون اهو، ما في اتحاد الكوره ب 10 مليون. اكتر من كده، قيمه زيزو اكبر من كده، لكن احنا مش عايزين نفرع قضيه نادي الزمالك تخش في حاجات صغيره. احنا بنقول ما فيش حاجه، احنا بنقول نادي الزمالك عمل اكبر صفقات واكبر قيم في بدايه السيزون. نادي الزمالك عنده اكتر عدد اجانب في اي فرقه مصريه. نادي الزمالك معظم فرقه لان هو عدد الاجانب 5 يا جماعه في كل الفرق. ازاي يعني الزمالك عنده اكتر؟ خليه يرد عليه. الزمالك كان عنده اكتر ازاي؟ ما هم 5 اصلا. مش اللائحه بتقول 5. الزمالك خد اكتر من اللائحه. الفلسطيني موجود. لا الفلسطينيين بيتعاملوا كمصريين. خلاص يبقى انت بتقول ليه اجانب؟ بتديهم مصري ولا دولار؟ بتكلموا اجنبي ازاي وهو فلسطيني؟ يا استاذ عمرو مصر ماشي، مصري ولا مش مصري الفلسطيني؟ مصري. بيتعامل انه مصري انما انت بتدفع له بالدولار وبيتعامل في كل حاجه. بتعامله بالجنيه المصري. يا كابتن عمرو، يا كابتن عمرو ما تبصليش يا انا كابتن. ماليش دعوه، انا بسمعكم. ادي الجزء الثاني. حلو. الجزء الثالث 800 مليون جنيه من ارض اتباعت، لا منها جددت لزيزو ولا دفعت المقر بتاع اكتوبر ولا عملت حاجه. ال 800 مليون راحوا فين؟ ال 800 مليون راحوا فين؟ هقول لك غرامات. لا بس ثانيه واحده اقول لك غرامات اتدفعت يا جماعه. مجلس الاداره مع كامل الاحترام لكل مجالس الاداره والمجلس السابق والقادم وكل الناس، لكن مجلس الاداره الحالي مع كل الاحترام لكل الناس اللي بتقوله هو اللي دفع الغرامات. هو اللي عنده مشاكل كتير بيحلها. في مشاكل ماليه في نادي الزمالك من قبل ما يجي المجلس ده. هو المجلس ده جه على ايه؟ هو جاي وعارف كده على فكره. ماشي. ما هو ماشي، ما اختلفناش. يبقى عندي رشد يعني عنده مشاكل بيحلها. فما تجيش تقول لي دلوقتي ان المجلس الاداره ودى فين ال 800 مليون؟ ايوه فين؟ ايوه. امال الغرامات اللي بتدفعها دي ايه؟ يا استاذ عمرو يعني ال 800 هل تعلم؟ طب ثانيه واحده يعني هل تعلم ان نادي الزمالك بيصرف في الشهر من 70 ل 100 مليون جنيه شهريا؟ أيوة. مصاريف نادي الزمالك. ايوه مصاريف عشان جاي. تقول لي 800 مليون انت جاي راح تقرا يا استاذ عمرو. انت مش قد انك تجيب لعيبه وتصرف عليهم، ما تجيبهمش. مين قال لك؟ ما هو في الاخر بيمشي ويشتكيك وياخد غرامه ويدفعك. انت كل مره هو ايه اللي ما حصلش؟ خطا متكرر. عمال تقول عمال يسدد في غرامات وفي الاخر تقول لي ما حصلش. خطا متكرر. بقول لك ايه؟ كم مره ايقاف قيد يا استاذ عمرو؟ ده توارث في المجالس. ايقاف القيد. انت مش على حاجات يا جماعه. ايقاف القيد، ايقاف القيد بقى توارث في المجالس. كل مجلس عنده ايقاف قيد. يا باشا انت بتتكلم على مجالس قديمه والحالي برضه على حاجات قديمه. لكن تعالى على الحالي. اللعيبه برضه بتهددك وبتقول لك لو ما خدتش فلوسي همشي. ما حصلش. هات لي لاعب. يا استاذ عمرو احنا على السوشيال ميديا. هات لي لاعب. ايه ده انت يا جدع؟ على السوشيال ميديا انك عايش في واقع تاني يا استاذ عمرو غير اللي احنا انتوا عايشين في السوشيال ميديا. اعمل لكم ايه؟ انت بتصدق السوشيال ميديا؟ حضرتك انا بصدق الواقع اللي في نادي الزمالك. انا عايز احل
مش عايز ادخل في ديبيت كده ونبقى احنا بنقول مشاكل، عايزين أقول لك نحل. على حاجة. عايز اقول لان ارض ده في النادي قيم ماليه. ترجع، ارض النادي ترجع. هو انا اللي هرجع لك ارض النادي؟ مش انت بتقول عايز اقول لك يا كابتن هقول حاجه بس. القيم الماليه اللي بتيجي دي اوزعها صح، هو ده قصدي. انت بياخد لك مداخيل كتير وبتصرف في الغلط. نصك مين قال انك انا اجيب بتصرف في ليه الغلط؟ لعيبه؟ جبت منين بتصرف في الغلط؟ لانك انت بتجيب عارف لعيبه. المداخيل بتتصرف في انت ايه؟ يا استاذ عمرو طبعا بتصرف غلط، لان انت خلاص الراجل عضو مجلس اداره قال لك انا بموت، انا كنت واخد الزمالك ما تموت. ما لا يليق ان نقول على الزمالك كده يا جماعه. خلاص بقى يا القيم جماعه الكتير. انتوا يعني الراجل قيم كان وفلوس. شجاع على الراجل قال الاقل، كلمة كان وخلاص، شجاع احنا هنمسك فيها. وكان شجاع ما هو على ده الاقل الواقع يا طلع أستاذ يتكلم، عمرو. كان ده شجاع. الواقع. هو